العميله راحت ميعاد ومعاها بنتها اللي لسه متبنياها جديد. اللي ما كنتش تعرفه ان الراجل السي اي او اللي كان بيدور على زوجه كان حاطط شرط مهم جدا، لازم اللي هيتقدم لها يكون عندها طفل، وكمان لازم ابنه اللي عنده توحد يتكلم. ناس كتير حاولت قبلها وفشلت، ومفيش واحده كملت بسبب الشرط ده. العميله كانت خلاص هتيأس وتفشل في مهمتها، لكن فجأة بنتها قامت ومشيت على طول ناحيه الولد. السر، البنت دي عندها قدرات عقليه خارقه، بتقدر تقرا الافكار. عرفت ان الولد مش ساكت علشان عنده توحد، لا ده علشان ذكائه عالي جدا ومش عايز يتكلم مع الناس اللي شايف انهم اقل منه. كان قاعد يلعب في لعبه ذكاء على شكل خاتم، فالبنت راحت خدته منه، وباستخدام قدرتها في قراءه افكاره حلت اللغز بسرعه رهيبه. الولد وقتها انتبه لها وبص لها باهتمام وشاف انها لطيفه جدا، حتى انه حب يقرص خدها. فالبنت قربت له خدها فورا علشان يعمل كده، بس برضه طول الوقت ما نطقش ولا كلمه. السي اي او كان على وشك يطلب منهم يمشوا، لكن الولد فجاه حضن الست وقال لها ماما. السي اي او ما كانش مصدق، ومن كتر فرحته قرر يخليها تفضل، وقال لها لو قدرتي تشفي ابني من التوحد هتجوزك. وفي اللحظه دي جاله تليفون من عمه اللي قال له انه عايز يعرفه على واحده مناسبه للجواز. ولما عرف ان السي اي او خلاص اختار واحده، اصر انه يجيبها معاه يتقابلوا. بس اللي محدش كان يعرفه ان العميله كانت جايه اصلا في المهمه دي علشان تحقق في قضيه تهريب تحف اثريه كان بيقوم بيها عم السي اي او. وكل ده سمعته بنتها من افكارها، واتفهمت على طول انها في مغامره مثيره جدا. ولما وصلوا بيت العم اتلمت عليهم شويه ستات وابتدوا يسخروا منها، وقالوا انها مطلقه وعندها بنت، يعني ما ينفعش تتجوز السي اي او. الست كتمت غيظها علشان المهمه، بس الولد سمع الكلام ده واتهز جدا ووقف يدافع عنها بشجاعه. العمه اتنرفزت وقالت انها لازم تأدب الولد، لكن الست بسرعه حطت الولد وراها تحميه. المشهد ده شافه السي اي او وجده وانبهروا بيها، وقالوا اكيد الست دي هتبقى ام ممتازه.